اهلا بيكم يا رجاله من تاني، وشكرا ان انتوا لسه مكملين الفيديوهات دي. وان شاء الله لو عندكم اي اسئله عن اي حاجه بخصوص المونتاج او الانيميشن او التصوير، سيبوا لي في الكومنتات اي سؤال وان شاء الله هرد عليه او هنعمل له فيديو باذن الله على طول. النهارده هنتعلم ازاي نكتب تكست او نصوص على الفيديوهات بتاعتنا اثناء شغلنا. التكست من الحاجات المهمه جدا في الفيديو علشان هي بتظهر جماليه الفيديو او بتظهر شرح للناس اللي بتتفرج على الفيديو بتاعك. فمهم جدا ان التكست بتاعك او النصوص تبقى معموله بشكل كويس جدا وشكل منظم جدا، واخده انيميشن كويس، والفونت نفسه يكون فونت كويس جدا وممتع للعين اللي بتتفرج علشان تشد الانتباه. فان شاء الله هنتعلم ازاي نكتب تكست النهارده مع بعض. فيلا بينا نبدا الفيديو. هنفتح البرنامج زي ما احنا متعودين، وهنلاقي عندي ان انا هنا عندي 3 فيديوهات. فكل فيديو من دول ان شاء الله هنحاول نعمل عليه تكست ونشرح التكست او الخصائص بتاعه التكست هي ايه. طيب تعالوا الاول عشان نجيب تكست عشان نشتغل عليه. عندنا هنا تحت على الشمال علامه التايب تول، او حرف التي، اختصار حرف التي من الكيبورد. لو دوست على حرف تي هنلاقي ان هو ظهر لي على طول البانل بتاعه التكست. طيب هدوس كده وهبتدي اكتب. طيب هنا مثلا المشهد ده بيقول ان حد طفل بيشرح حاجه على السبوره، فمثلا خلينا نقول العلم غذاء العقول مثلا. طيب تعالوا نحدد بس ونقلب عربي. انا كتبت العلم غذاء العقول. لو احنا فاكرين الفيديو اللي فات احنا كنا بنتكلم بنقول ان لما الفيديو اللي تحت بيكون الخصائص بتاعته بتكون فيديو في بوزيشن وفي سكيل وفي اوباسيتي وروتيشن وكل الحاجات دي. هنا برضو نفس القصة، يعني الاختلاف بس ان هنا ان التايب او التكست هو فيه خصائص مختلفة شوية عن الفيديو، ولكن برضو هو بيتميز ان هو برضو نفس الحاجات. يعني في بوزيشن وفي هنا سكيل وفي روتيشن وفي الاوباسيتي برضو. فكل الحاجات دي موجودة زي ما هي، مع اختلاف ان ده جرافيكس تايتل او ده جرافيكس والتاني فيديو. طيب لو جينا هنا على علامة التكست دي او علامة الفيو دي ودوسنا كده هنلاقي ان في سهم لتحت. هنلاقي ان ده الفونت. لو انا عايز اغير الفونت فانا مثلا ممكن اشوف فونت احسن من كده، فهطلع كده اقلب هنلاقي ان في كذا، انا عندي كذا فونت هنا، فممكن نختار واحد منهم. طيب انا شايف ده كويس. لو احنا واقفين طبعا هنا او سواء محددين او واقفين من بره فنقدر نغير الفونت بكل بساطه، هو هيفهم معانا القصه دي. يعني مش شرط ان احنا نروح نسلكت التكست. يعني طبعا هنا بولد، او لو هنا في لايت وفي بولد وفي اكستريم بولد، فده السمك بتاع الفيديو. فطبعا على حسب الفونت نفسه في الحاجات دي او لا، او في الاوبشن دي ولا لا. هنا اللي لسه بنتكلم فيها اللي هي الفاكس بولد. فهنا ممكن ازود البولد او السماكه بتاعه الفيديو بتاعه التكست بتاعي. هنا بقى اخليه مايل او اخليه زي ما هو. هنا لو انا بكتب انجلش هخليه مثلا كل الحروف كابيتال او سمول. هنا بقى لما بكتب معادلات مثلا بالانجلش او حاجه بكون مثلا محتاج ان انا اصغر التكست علامه التربيع والحاجات دي. هنا نفس القصه، ممكن برضو هي بتستخدم في المعادلات وبتاع نفس الموضوع. هنا لو عايز اضيف خط مثلا او لاين تحت التكست بتاعنا. هنا طبعا ايه الفونت سايز، هنا حجم التكست. فطبعا انا اقدر اتحكم في الحجم زي ما انا عايز. هنا طبعا اتحكم في مكان الفونت على البريفيو. لو دوست هنا قلت له هنا سنتر الاين هيجيبه خلاص في نص الفيديو. عايزه على اليمين هيجي على اليمين، عايزه على الشمال هيجي على الشمال. فهو بس عشان هو بيتعامل ان انا بكتب انجلش، فهو ايه بيبقى عاكس الموضوع. طيب الرايت دي والليفت علشان لو مثلا انا كاتب نقطة مثلا. حلو، تعالوا ايه. طيب لو انا كاتب نقطة هنا كده في البداية زي ما انتم شايفين. طب انا عايز النقطة دي هنا يعني في الشمال، عشان مثلا دي نهاية الجملة، فانا عايز نهاية الجملة يكون فيها نقطة. طبعا هي دي المتحكمة الخاصية دي هي المتحكمة في ان البوينت دي او النقطة دي تروح في اليمين او في الشمال. طبعا في الشمال معناها ان انا بكتب انجلش، وفي اليمين معناها كده ان انا بكتب بالعربي. طبعا هنا يعني ايه شويه تحكمات مختلفه شويه، فايه ممكن تستخدمها وممكن لا. طبعا يعني ايه لا متعودين، يعني اي حاجه تحصل او اي حاجه في الفيديو ان احنا بنروح على طول على كنترول زد بندوس عليها. يعني كنترول زد وكنترول اس دول اساسيين لازم نبقى بندوس عليهم. هنا هنلاقي شويه. هنا طبعا لو انا عايز التباعد بين الحروف اقلله او اكبره هيبقى من هنا. وهنا لو طبعا عايز اتحكم في البوزيشن او مكان التكست
وهنا لو انا عايز اتحكم في ايه التباعد بين الاحرف. طبعا نفس فكره البوزيشن بالظبط. هنا برضو البوزيشن اقدر اتحكم في البوزيشن من فوق هنا زي ما انا عايز في التكست، وهنا السكيل نفس القصه، وروتيشن نفس الموضوع. فانا ممكن اعمل له حركه برضو، يعني ممكن دلوقتي نجرب نعمل له حركه كده. تعالوا نعمل البوزيشن ده نخليه زي ما هو كده، ونتحرك بالتمرين نسحب الشريط ده كده شويه ونقول له كي فريم، ونرجع لاول كي فريم واقول له مثلا انا عايزه يبقى فوق. فهاجي اشغل كده هلاقي ان التكست خد معايا انيميشن او اتعمل له انيميشن. طيب طبعا ده لون التكست، فنقدر نتحكم في اللون زي ما احنا عايزين، وهنلاقيه بيتغير معانا اوتوماتيك واحنا شغالين على طول او احنا شايفين لايف. فاقدر اغير مثلا اخليه اصفر، وانت تقدر تخليه زي اللون اللي انت عايزه. هنا الستروك هي الحاجات اللي ظاهره بين يعني خارج الفيديو خارج التكست زي ما احنا شايفين. فهنا طبعا يعني مش هقدر اتحكم فيها الا لما افعل العلامه دي، هنا علامه الستروك، علشان اقدر اغير اللون زي ما انا عايز. وهنا اقدر اتحكم في لون الستروك، وهنا اقدر اتحكم في سمك الستروك، اقدر اكبره واقدر اصغره. وهنا اقدر اخلي الستروك كده للداخل او للخارج، فده مش هيظهر قوي هنا، فنقدر نخليه زي ما احنا عايزين. نقدر نتحكم في الستروك. هنا الباك جراوند، دي باك جراوند بتبقى متضافه تحت الفيديو، طبعا احيانا بنستخدمها واحيانا لا. فاحنا هنا طبعا التباين او الشفافيه بتاعت عنصر المربع اللي ورا التكست. فطبعا هنا عشان هو لونه بس ايه رصاصي شويه مش باين، عشان الخلفيه اللي تحتيه رصاصي، فممكن نخليه اسود كده. هنلاقي ان هو ظهر معانا اهو. وهنا الاوباسيتي بتاعته او الشفافيه بتاعته، فممكن نقللها وممكن نزودها عادي. وهنا الحجم بتاعه نقدر نكبره ونقدر نصغره. وهنا الحواف بتاعته عايزها ناعمه ولا عايزها زي ما هي، يعني عايزها راوند ولا عايزها زي ما هي كده مربعه. هنا لو جيت اسحب هنلاقي ان هو الحواف بدات تاخد شكل كده تتنعم. فاقدر اخليها كده، واقدر برضو اخليها زي ما انا عايز. فانا مثلا حابب اخليها كده شكلها احسن. وهنا الشادو، طبعا الشادو يعني كلنا عارفينه اللي هو الظل. فطبعا الظل بيبقى اسود، هنغير اللون. بس طبعا لازم نتاكد ان احنا بنفعل العلامه دي. لو ما فعلناش العلامه دي مش هنقدر نتحكم في اي حاجه خالص في اي حاجه من دول. فهنفعل العلامه دي، نخليها علامه صح، ندوس عليها ونبتدي نغير اللون بتاعنا. وهنا نفس الموضوع الشفافيه بتاعت الشادو. طبعا الشادو مش ظاهر قوي، بس علشان لو جينا كبرنا كده، طبعا عشان اتحرك جوه شاشه البريفيو هندوس على حرف الاتش. طب تعالى نرجع تاني. احنا قلنا هنا الشفافيه دي اول حاجه، الشفافيه. طبعا هو ظاهر بس احنا علشان في باك جراوند اسود للتكست. لو جينا لقينا الباك جراوند كده هنلاقي ان ظهر اهو معانا. لو جينا يعني زودنا ونقصنا سحبنا دي او قللناه او زودناها، هنلاقي ان هو في شادو اسود كده بدا يتضاف معانا. وهنا اهو يعني كده واضح قوي ان في شادو او ورا التكست، سوري. وهنا اهو عايزين نتحكم في الحجم بتاع الشادو. وهنا نفس الموضوع عايزين نتحكم في الشفافيه بتاعته، يعني عايزينه ناعم ولا عايزينه حاد زي كده. فيعني دي كلها حاجات متاحه ليك تقدر تتحكم فيها او تقدر تعملها زي ما انت عايز او زي ما انت شايف الستايل بتاعك. ماسك بس مش عايزينه دلوقتي. طبعا دي خصائص الترانسفورم بتاع التكست برضو اللي هي فوق، يعني مفيش حاجه كتيره. بس الفرق ان انا هنا اقدر اتحكم في المكان بتاعه من غير ما اعمل يعني انا لو مثلا عايز اعمل فوق، لو جينا رجعنا كده عايز اعمل هنا كي فريم، وفي نفس الوقت مثلا انا خلاص انا حاسس ان انا يعني مكانه مش هنا مش حلو، فانا عايز اجيبه مثلا هنا. طبعا علشان اعمل ده على فيكتور موشن من فوق هحتاج ان انا اغير الكي فريم. طب لو انا عايز اغيره وهو واخد نفس الكي فريمات دي، طبعا هروح نازل لتحت هنا. هيبقى الاختيار الامثل يعني ان انا هروح نازل كده هنا وهيتحرك معايا. ولو رجعت هلاقي ان هو واخد نفس الانيميشن. بس طبعا هنحتاج نعدل عليه، بس قصدي ان احنا مش هنحتاج نعدل على الانيميشن تاني. والسكيل نفس الموضوع، والروتيشن نفس الموضوع، والاوباسيتي نفس الموضوع. فطبعا تعالوا مثلا نعمل كي فريم تاني كده بالاوباسيتي فوق، وهقول له كي فريم، وهقول له ارجع لي كده في الاول وخلي الاوباسيتي دي صفر او التباين ده صفر. هنلاقي ان التكست معانا واخد انيميشن كده يعني شكله رايق وسيمبل. وطبعا ممكن اعمل ادي بليند مود او مود للتكست بتاعنا. ممكن اخليه لايتنج، ممكن اخليه سكرين مثلا. هنلاقيه منور كده، واخد من الفيديو، فبينور معانا بيعمل شكل كده رايق. ولو خليتها اوفرلي هنلاقي ان هو
ظاهر الحاجات اللي وراه، او لو كده جينا هنا كبرنا هنلاقي ان لما الاطفال اللي بيتحركوا في الصوره هو ظاهر معاه، فده افكت برضو. زي ما قلت لكم الاوفرلي والسكرين هم اكتر حاجه احنا بنستخدمهم يعني. وانت تقدر طبعا تجرب اكتر من حاجه من دول. طبعا ده ينطبق على كل الافكتس بتاعت التكست او الافكتس بتاعت الفيديو. فلو جينا طبعا احنا عايزين طبعا ايه مثلا ناخد نفس الخاص بتاعت التكست ده وبس، بس عايز الغي المود. طيب لو احنا مثلا عايزين نفس الخصائص دي ونفس التكست ده، مثلا عايز اكتب تكست تاني مثلا على الفيديو ده، طبعا علشان ما اروحش اكريت نفس التكست من الاول خالص وابدا اكني بعمل كل الخطوات دي تاني من الاول، لا هروح دايس هنا على الفيديو بتاعنا. مش عارف معلق عليه معايا الفيديو ليه. اوكي انا اسف. ممكن نقول له ان احنا نكليك يمين ونقول له كوبي، ونيجي هنا مثلا نقول له من كليب من فيديو. يعني ممكن نقول له مثلا كنترول سي كنترول في على طول. طبعا نخلي بالنا عشان هو ايه هينسخنا على نفس التراك، فممكن نروح في حته فاضيه كده ونجيبه. او ان احنا الاسهل لو انا على ويندوز هروح على التكست ده واقول له ادوس على حرف الالت واسحب، هلاقي ان هو خد لي نسخه من نفس التكست ده بنفس الانيميشن بنفس كل حاجه. فاقدر اروح اغير مثلا هنا اعمل علم نور مثلا، هنلاقي ان التكست معانا اتغير واخد نفس الحركه. طبعا ممكن نغير نعدل في الحركه نخليها يعني مثلا ايه يجي من ناحيه تانية. لما خدنا تكست برضو تاني مختلف، خلينا ناخد تكست كمان برضو تاني. هدوس على حرف الالت وهسحب، اصغر دي بس عشان مش عايز المساحه كلها. طبعا احنا بنتحكم في طول وعرض الفيديو، يعني مثلا ايه عايز اقصر المده بتاعته وعايز اطولها براحتي عادي. هنيجي على اخر الفيديو كده هنلاقي ان في علامه حمراء كده ايه بتظهر معانا، دي نقدر نصغر منها الفيديو ونقدر نكبره. يعني لما بنيجي نسحب لجوه او نيجي نصغره مثلا بيظهر لنا شكلها لجوه، فنقدر نسحب لجوه. لو جينا عايزين نسحب لبره بنسحب وهي شكلها ظاهر لبره. انا اخدت التكست كده بس هو لسه ما ظهرش، فتعالوا مثلا عايز اغير مكانه، مثلا مش عايز اغير مكانه، هاجي مثلا هنا على الترانسفورم وهقول له تعالى لي هنا كده وايه تعالى لي فوق كده. هدوس دبل كليك الرياضه مثلا الجسم السليم، العقل مثلا السليم، يعني حاجات حصص بتاعت ابتدائي دي. حصص ابتدائي ما راحتش هقدر، فهصغره بس شويه. وهاجي هنا اقول له طب ايه عشان انت تكست كبير شويه فايه هخليه تحت مثلا. طبعا انت تقدر تتحكم في مكانه وحجمه زي ما قلنا، والنوع الفونت نفسه والشفافيه والباك جراوند والستروك وكل الحاجات دي. فانت معاك كل التحكمات. تعالوا نشوف كده هنلاقي ان هو بيجي من هنا، فاحنا ايه مثلا مش عايزينه ايه يجي من تحت مثلا. لو جينا هنلاقي العلامه بتاعته اهو. طبعا عايزه يجي يظهر من تحت لفوق. طبعا احنا قلنا من هنا من البوزيشن نقدر نتحكم في مكان التكست ونقدر نحركه زي ما احنا عايزين. لو جينا هنا انا عايزه يظهر من تحت كده لفوق، فجيت قلت له الكي فريم ده يبقى تحت خالص والكي فريم التاني يبقى فوق هنا. ولو جينا شغلنا كده هنلاقيه ظهر معانا كده من تحت لفوق. طب خلاص انا عايز تكست كمان مثلا، عايز مثلا ده في النص يعني مثلا ايه. فتعالوا نحركه تاني نظبطه زي ما انا عايز، وهقول له بقى غير لي الحركه. انا عايز الحركه دي مثلا يعني تيجي من تحت لفوق. فهاجي هنا على البوزيشن اول كي فريم، يعني اخر كي فريم ده مش هعمل فيه حاجه. الكي فريم اللي في الاول هو بس ايه اللي هظبطه. طبعا انا لما ابتدي احرك كده يعني ايه هو في التكست او الانكر بوينت بتاعت التكست هي ظاهره معايا اهو. فده بيقول لي ان التكست مثلا خلاص هنا اهو ابتدي احركها. وهنا انا عايز امسح ده واظبط تاني من الاول هنا، وبعد كده اقول له طلع لي التكست ده فوق. وهنا هقول له مثلا اظبط لي ده كده لحد ما يظبط معايا بالشكل ده. طبعا هو ظاهر سلو موشن قوي، بس يعني ان شاء الله نشرح بعد كده ايه هي الجراف اديتور وازاي نستخدمها في ان احنا نخلي الكي فريمات بتاعتنا او الستوب واتش بتاعنا اللي هي مؤقت بوقت، او الحركات بتاعتنا ازاي نظهرها ونخليها بشكل سينماتيك او بشكل يعني ايه يبقى مش شكله بطيء قوي ونورمال، ونخليها شكلها تدي في الجراف اديتور كده شكل جميل في الانيميشن ان شاء الله. ده كان كل الفيديو. اتمنى ان الشرح كان سهل وبسيط وخفيف عليكم. ان شاء الله استنونا في الفيديوهات اللي جايه. الفيديوهات اللي جايه هتبقى ان شاء الله قويه جدا جدا جدا، بس مستني اخلص الفيديوهات الاساسيه دي. وصدقوني انا بحاول اشرح بشكل مبسط وشكل مفصل جدا جدا علشان الناس اللي بتتعلم الاساسيات ولسه ما تعرفش اي حاجه عن البريمير. انا بشرح لهم تحديدا اللي هو اصلا ما يعرفش يعني ايه برامج مونتاج. فطبعا عارف ان في ناس ممكن تكون محترفه جدا وناس معديه مرحله مهمه، بس
هتحس ان الفيديوهات دي رخمه شويه او مش مناسبه ليها، فممكن تعمل سكيب للفيديوهات دي، وان شاء الله تستنى الفيديوهات القويه جدا ان شاء الله الفتره الجايه. فشكرا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس، وما تنساش تبعت الفيديوهات دي لاي حد بيتعلم مونتاج واي حد قريب منك. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.